راديو صوت العرب، عنوان التميز والارتقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أصدقاء ومتابعي راديو صوت العرب الجزائري. معكم دكتورة شادية توبة وبرنامج التخاطب من الألف إلى الياء. إن شاء الله النهاردة هنستكمل أول مشكلة عندي هتقابلني، وهي الحذف. لو الطفل عنده حذف في الكلام هعمل معاه ايه لو انا ولي امر؟ لو ابني بيقول الكلمة مش كاملة، زي مثلا كلمة سمكة بيقولها مكة، كلمة تفاحة بيقولها فاحة، بيبدأ ان هو يحذف اصوات من الكلمة او يحذف مقطع من الكلمة. في مشكلة كتيرة بتقابلنا ان دايما ولي الامر يقول ايه، هو الولد بيتكلم اما يكبر كلامه هيتحسن، ان الولد عادي، ده هو طفل فكل الاطفال بتتكلم كده. في بداية تعليم الطفل اللغة او بداية اول ما بيبدأ يتكلم احيانا بيبقى ده وضع طبيعي عادي جدا، بيبدأ يتشكل، ومجرد ما بتبدأ تصحح للطفل الكلمات مع الممارسة بيبدأ ان هو يتكلم كويس. ولكن لو الطفل عندي وصل ابتداء كده من 3 سنين ولقيت ان الكلام بتاعه يا اما في حذف يا اما في تشويه زي ما قلنا الحلقة السابقة، هنا اخد بالي ان في مشكلة. طيب المشكلة دي انا هتعامل معاها في البيت ازاي قبل ما الجأ كمان لمختص؟ ان انا اي كلمة هقولها للطفل هبدأ ان انا اقولها له بشكل واضح، ومخارج الحروف عندي الاصوات تكون واضحة، وما تكلمش مع الطفل بسرعة. الحاجة التانية، لما الطفل يجي يقول كلمة غلط لازم أصححها له، بس مش لازم أقول له قول كذا، لا ما اسمهاش أوزة، لا قول لي موزة، ما اسمهاش باحة اسمها تفاحة، أو ما اسمهاش فاحة اسمها تفاحة. الطفل بيحذف هنا عندي أو بيبدأ يبدل صوت بصوت. ما هقول للطفل الكلمة صح، مثلا هو بيقول لي فاحة أقول له تفاحة، يلا شاطر اسمها إيه، عشان يعيدها وراكي تاني من غير ما ياخد امر. لان احنا عندنا كتير من الاطفال ما بيرضاش يقول مع مامته وبابا، بيعند مش هيقول، انتي تقولي، فهو بيقول زي ما هو عاوز ومش هيقول معاكي. فعشان كده اخلي الحوار افضل، مفهوش اوردر او مفهوش امر، ابدا ان انا اقول له يلا شاطر اسمها ايه تفاحه، او ابدا اعيد الكلمه قدامه، اعمل له تغذيه سمعيه صحيحه. ممكن كمان اخد الاول ابدأ بالكلمات احادية المقطع اللي مفيش فيها تقطيع للكلمة كتير، عشان اساعده اكتر ان هو يقول افضل، زي كلمة موز، زي كلمة عنب، زي كلمة بق مثلا. هبدأ ان انا اقول له ايد، رجل، كل الكلمات دي احادية المقطع مش بتتقطع، فالكلمة بتبقى بالنسبة له اكتر، اركز عليها اكتر في الكلام. بعد كده ممكن ناخد كلمة ليها مقطعين زي كلمة مثلا طبلة مثلا، وابدأ ان انا ممكن اعمل ايقاع، اسقف وانا بقول كلمة طب، وبعد كده لا ابدأ اسقف مع الصوت ده والصوت ده، وابدأ بعد كده اشبك له الكلمة على بعضها، مثلا طبلة على طول، وابدأ ان انا اربط الكلمة لحد ما اوصل للسرعة الطبيعية اللي كلنا بنتكلم بيها. يبقى هنا لما اطلب من الطفل ان هو يقلدني حركي وصوتي، يقلدني بصوت السقفة ويقلدني مع الحركة، الاتنين مع بعض. ممكن استخدم ان انا اخبط على ترابيزة مثلا برضو مع تقسيم الكلمة، لحد ما اطلب من طفل ان هو يقول الكلمة ويقولها ورا بعضها بدون حذف من الكلمة وبدون بطء، ان هو يقولها بشكل طبيعي. لو عندي كلمة كبيرة مثلا زي كلمة تلفزيون أو كلمة كمبيوتر، ممكن أقسمها ل3 مقاطع، وابدأ إن أنا ممكن يشاور على صوابعه مثلا كمبيوتر مثلا، أو إن أنا أبدأ إن أنا برضو نسقف نخبط لحد ما يعتاد على طريقة دمج الأصوات ويدمج معايا الأصوات، ولكن ما فوتش طريقة الكلام فترة طويلة وابدأ أقول أصل الطفل مش بيتحسن، هيتحسن إزاي وأنا سايباه بيتكلم بطريقته الخطأ. وطول ما الفترة الزمنية للحوار الخاطئ أو للحديث الخاطئ بتستمر معايا، كل ما بيكون علاج الطفل في الجزئية دي أصعب.
فعشان كده يفضل ان احنا نبدأ بدري مع الطفل تصحيح من وقت صغير. ابدأ دايما اقول له الكلمة صح، حتى الطفل وانا بعلمه بداية الكلام مجرد ما الطفل تم 2 سنين ابدأ ان انا اقول له الكلمة مظبوطة، كلمة مية مظبوطة، كلمة اكل اشرب، وابعد عن الكلمات الطفولية بو مامو، عشان ما ابدأش ان انا ارجع تاني احول ده من ده. والله المستعان بإذن الله. مع الاستمرارية ومع طبعا لو أنا عندي مصاحب لأي مشكلة تخاطب زي ما اتفقنا لازم التأهيل، ولازم ألجأ لمركز مختص وأخصائي تخاطب أو أخصائية تخاطب مختصة تشتغل معايا مع دوري في الأسرة اللي بيكون دور أساسي أهم من التأهيل، ولكن الاتنين بيكملوا بعض مع دور الحضانة. هنكتفي بالقدر ده النهاردة، وإن شاء الله الحلقة القادمة هنتناول مشكلة أخرى ونقول إيه حلولها وإيه التدريبات اللي ممكن أتبعها داخل الأسرة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.